وموضوع لهذا مناظرة أما الدوضح علمي يا أيها السلفي خذ بنصيحتي واسمع هديت إلى رضا الرحمن ودع التعصب للرجال فإنه دين اليهود وزمرة الشيطان وإذا تنازع عالمان فدعهما للشرع لا للظلم والعدوان لا تنتصر للنفس أو لمعظم من غير ما دين ولا برهان فالكل آت في القيامة وحده والحكم لله العظيم الشان. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد وكلن كي أما فنقي لحاد كلمدي أينو وقوم قعد الري إذا عرف السبب بطل العجب قيبتيسي مسائش أهيد مسألة فردقا كورمي دونو لحاد سيكوبا نوغا ورمي دونو وموضوع لهذا مناظرة أما الدوضح علمي إيا وحي تهي إيا مشروعية ديدا إيا مركاني بنانين إيا مركاني بنانت مناظرة حق اللغة كلمة في عربيهان راغب في المفردات وحولية الأصفهاني صفحة كتاب كيس المفردات كلا يعدو شنبقولي سيديدية طبعا والمناظرة المباحثة والمباراة في النظر واستحضار كل ما يراه ببصيرته مناظرة وحلا يهدا باريتان وحلا بارو يبحيتان لا يصبن بوحو إيجيتان لإيجيا أما لصو حاضرين أيو قفكو حصوصا أيو أما وكين أيو شيء كستو كواركو أقوانتي سو كواركو حق اصطلاح الجرجاني في التعريفات وحول كوع تعريفي إلى تهي هي النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهارا للصواب مناظرة وحلا يهدا إلا يقول دايما الله يشو حق وليبا قرشدا دايما الله يشو لبا شيء وحود حيا تاصل لبا جانب كلا إيمان إيسا وجدد لقلي هنا يتهين صوابك لموتشيو marka wuxuu tilmaamay dhowr arrimood ugu horeyn shayga munaadaradu waa shay ka imanaya laba taraf ama laba jiho laba qof ay noqon karayaan laba majmuuc ay noqon karayaan qof iyo majmuuc noqon karaya waa laba jaanibun labada jaanib waxay eegayaan oo eegma cilmi eegayaan laba shay waxa u dhaxeeya ujeedada u eegayaana waa idhaaran lisawaab idan halka wuxuu sheegay tacriif iyo arkaantii ay lahayd munaadaradu iyo qaradkii ujeedada munaadarada looga jeedo oo arkaanta ay leedahay waa inuu jira shay laga doodayo waa inaanay cidda ka doodaysaa waa inay tahay laba taraf oo xaggaas waa arkaantii ujeedada iyo qaradkana wuxuu ka cabiray idhaaran lisawaab waxa kaloo la yidhi تردد الكلام بين الشخصين وهذا الكل العلية لبا قف دحدود أو يقصد كل منهما تصحيح قوله متكستويا كميد وجيدو إنه قول كيسا وشيغا إنه الصواب هي إبطال قول صاحبه إبطال قول صاحبه قفك كسور جيدا قول كيسا إنه باطل يهي إنه عدايو مع رغبة كل منهما يضل لقب جعيل أي جعلي سنيان لبدا طرفا في ظهور الحق حق إنه مغضى سيدانا وحوي ولو تعريفه حق مشروعية مناظرة أما إن للضوضاء أما ليسويديو أو لقد ضوضاء مسائل علمية حكم كيد محيطة نصوص كتاب كي السنة وحا كو يمد شيء أرنكا بنينيا أو أمريا waxa kale oo ku yimid shay arrinka diidaya ka hore oo shayga banaynaya qala Allah azza wa jalla ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati hi ahsan alla wuxuu leeyahay isagoo nabi maxamed amraya iyo muuminiinta oo dhan inay wadada alle ku yeeraan iyagoo ku dheehan xikmad iyo maw'izo wanaagsan waxa kale oo alla amray wajadilhum billati hi ahsan kula dood ta wanaagsan kula dood إذن هلكا waxa ku jira amar is amrayo in la doodo cid mudan in la doodo Ilaahay wuxuu ka waramay subhanahu wa ta'ala nusus sariixa
doodihii dhex maray ambiyadii iyo qowmkoodii sida nabiyullaahi ibraahim iyo qowmkii ama qoladii loo soo diray sida Allah yiri subhanahu wa ta'ala alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbih an ataahu Allahu al-mulk id qala ibrahim rabbi arini rabbi alladhi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala ibrahim fa inna Allaha ya'ti bish-shamsi min al-mashriqi fa'ti biha min al-maghribi fabuhita alladhi kafara marka waa iqraar laynoo qirayo doodaas oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ala suurati iqraar yani sax ahayd ayaa Allah subhanahu wa ta'ala inooga waramaya ambiyada kalena sidaas la mid ah Muusa alayhi salaam iyo Fircawn wixii dhexmaray iyo munaadarad iyo doodii dhexmartay الحافظ ابن عبد البر النمري رحمه الله إمام أهل المغرب في وقته شيخ عانكا كتاب كيسة جامعة وقاريالي علمي يا فضل كيسة وحاو كتل ماما رحمه الله أما عقيدة لباب أو كغور رمى ينبدنا نصوص كسو أرورتي إن ليسو ديدي إن أي تهي إن لمناظرة قارنا وكسو أبواب تقاركودنا وعقيدي نصوص تلماميسا إن أي آني بنانين ضد إيا مرنكم وحكم إذا أبواب توعقيدين ولباب ما يكره فيه المناظرة والجدل والمراء وحباب ياهي وحل كراهيستي دحديسا مناظرة إيا جدالك إيا مراء إيا ضد باب كلبادنا باب إتيان المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة وحباب ياهي إماتن كالكين يلا إيمان مناظرة إيا ضد إيا حجج كاين للتاغو أو لأوغو قال الله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ودليل كلبادة التلمام هي مناظرة إني بنانتهي مركا لغي مادو قصص كأنبياء وقال وحليه هي يهودية كريستان وكل هي مركا يلادين جنة يهوديا كريستان مويا عدك لقلي ميسو أيال وحليه وحكد البيائين كينان برهان أي كينان هدي قارن شيئا أيهين kadib markii uu nusuusta sheegay banaynaysa ayaa wuxuu yiri rahimahullah وتجادل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السقيفة وتدافعوا وتقرروا وتناظروا حتى صار الحق في أهله أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم واختيك للدون وادودين وحكسوا قاتل مركا سقيفة بني ساعدة مركي النبي عليه الصلاة والسلام الجيريودي اسكو خلافين صحابته يا حكم كقبنا يا نبي قدبدي عليه الصلاة والسلام وأنصارنا أي إلي وحي لهدين أنك أيا أمضان إن آنو قبنا حلك النبي محمد عليه الصلاة والسلام دبدي ضدي أرنكاس مركي دودين عمر رضي الله تعالى عنه يا أبو بكر باي هدلين هذا الكيليس ويدارسدي أدلتي للشيء حقي وعدادي سيدي صواب كاهيد وإن الأئمة من قريش حكم كنبي محمد عليه الصلاة والسلام عدة قبنا يسائين يتهي قريش يتهي أي عدادي وتناظروا بعد بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه في أهل ردة وفي فصول يطول ذكرها وحكلوا الضوضي صحابة أي الضوضين أبو بكر بيعدي سيك بعدي بيعدي ويكون ضوضين حقنا وعدادي waxay kaloo ku doodeen ahlu riddaha wixii laga yeelayay iyo sidii loo dilayay dagaalkii la galayay taasina xaqi waa cadaaday oo sidii Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu uu ku tagay ayaa sababka ahayd waxa kaloo la mid ah maanicu zakaa kuwii zakada diiday iyo dagaalkii Abu Bakar uu la galayay doodaasi iyana waa dhacday wuxuu leeyahay ibn Abd al-Barr rahimahullah في فصول يطول ذكرها أرنكاسنا وأرن دير أو وحويان وقائع بدن له واحتجوا على أبي بكر رضي الله تعالى عنه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها حقنوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وحاوامتيان تلمامي مانوع زكاتك يا دقالن كودي يا ضودي دحمرتي وحكلوا إليه وناظر علي رضي الله تعالى عنه الخوارج حتى انصرفوا خوارج أديك وخوارج أولا يقانو oo qolo munxarifiin oo dadka gaalaysiiyay oo dhiigooda banaystay kuwaas ayaa cali la dooday wanaadarahum ibn Abbas aydan ibn Abbasna waa la dooday sheekhu wuxuu leeyahay
ولولا شهرة ذلك وخشية طول الكتاب به لاجتلبت ذلك على وجهه arrinkaasi siduu shaayaca u ahaa ee ugu fara badnaa dooduhu ay u dhexmari jireen saxaabada haddaanan ogeyn in arrinkaasi caan yahay ama aanan ka baqayn kitaabku inuu dheeraado arrinka waa sii wadi lahaa doodaha dhex mari jiray salafkii ama dhexdooda ama salafka iyo mubtadicad aad bay u badnaayeen Umar ibn Abdul Aziz Ghaylan ad-Dimashqi al-Qadari buu la dooday Awzaa'i wuxuu la dooday bacd al-Qadariyya al-Imam Ahmad wuxuu la dooday in badan oo mu'tazilada iyo jahmiyada kamida al-Imam ad-Darimi Uthman ibn Sa'id ad-Darimi Bishr al-Marrisi buu la dooday iyo kuwa kale lamidka ابن رجب رحمه الله جامع العلوم والحكم كوحوليه قال كثير من أئمة السلف ناظر القدرية بالعلم فإن قروا به خصموا وإن جحدوا فقد كفروا سلف كوحي ورنشرين قدرية للضوضة علمي كل الضوضة إلهي مؤغى أشياء انتانا يدعين هداي أرنكا قران والغا هلي حجدي والغا هلي هدي ديدان نوي قالوا بين إذن waxay tusaysaa suwarka iyo arrimaha aynu sheegnay oo dhan inay bannaan tahay oo mashruuc ay tahay waxa loo yaqaano munaadarada ama doodu nooca labaad ee nusuusta ku soo arooray waa diidmo la diidayo ama la dhaleecaynayo doodaha sida qowl Allah azza wa jal ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru fala yaqruka taqallubuhum fil bilad arrinka alla tilmaamay ee alla uu leeyahay aayadaha ilaahay dhexdooda kuma doodaan ilaa kuwii gaaloobay mooyaane waxa kale alla leeyahay ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص taasina waa dhaleecayn kale oo u timid kuwa ku dooda aayaadka ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa kale oo daliila xadiiska Aisha radiyallahu ta'ala anha fi sahihayn inay tiri rasuulku wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم إلهي أكتيسا ضدك الرجا كوا لو نعبي أي وحكمدا أما كوحوي ضد بدن عن حق الدونين مربد عبودة الإمام النووي رحمه الله وحليه حديث كان مكو شرحي هو بفتح الخاء خاء الخصم وكسر الصاد والألد شديد الخصومة كإله النبي يقول عليه الصلاة والسلام إلهي بان نعب وكخصومتي سيدودي سوى أدكتهي أي درنتهي مأخوذ من لديدي الوادي وحلقة سوقاتي ألدك اللبدا جانب أوليه هي واديك أما تقو أوليه وهما جانباه وحنا اللغة سوقاتي لأنه كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخر marka aad xagan ka soo xidhay xujajkii aad ka buuriso hadana xaga kale u boodayaan marka aladul khasm waxa loo yiri waa marba dhinac u boode xaq baanu doonaynin xaq baanu raadinaynin marba dhinac buu boodaya marka mushkiladu qof isagu aladul khasm ah inuu dooda diido sababta uu leeyahay waan u diidayaana uu waxyaabo kale ku tacallulo isla markaana hadalladii uu marba in ka goosto waxay daliil u tahay in waxa weeyaan aanu xaqdoon ahayn marka halka dhaleecayn baa u soo aroortay qofka sifada leh amma al-khasim fa huwa al-hadiq bil khusuma dadna imaamku wuxuu rahimahullah wal madmum shayga la dhaleecaynayo ee khusumada iyo dooda la dhaleecaynayo huwa al-khusumatu bil batil fi raf'i haqqin aw ithbati batilin wallahu a'lam wuxuu yiri waa in ka shayga la diidayo dooda la diidaya waa dooda baatilka ku salaysan ee ku dheehan ee ama xaq joogay la kor yeelayo ama la sugayo baatil taas weeyaan waxa kale soo arooray nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiiska Imam Ahmad iyo Tirmidhi ibn Majah iyo Hakim iyo Tabarani fi al-Mu'jam al-Kabir ay ku soo arooriyeen nabigu sallallahu alayhi wasallam inuu yiri ma dalla qawmun ba'da hudan kanu alayhi illa utul jadal qala man luman hanu ay ku sugnaayeen ka bacdi illa haday luman sabab waxa jadal iyo muran fi fayd Zayn ad-Din al-Munawi fayd al-Qadir ka Munawi markuu xadiiska sharaxayay وحلي والمراد
لم يمشي حاله إلا بالجدل أي الخصوم بالباطل. وقال القاضي المراد التعصب لترويج المذاهب الكاسدة والعقائد الزائفة لا المناظرة لإظهار الحق واستكشاف الحال واستعلام ما ليس معلوما عنده أو تعليم غيره ما عنده لأنه فرض كفاية خارج عما نطق به الحديث. حديث كل جمعنا يا أصل المسألة مسألة هذه تاي حقدون هي حالة إن العدي هي وح قرصون إن صوصاره ودتك لجا قرينه أما دتك لبريه أرنكاس هو فرض كفاية وواجب فروض الواجبات ككفاية بكم إذا حديث كنا مشام لنا تلديد يا سيد وحوي تتعصب كيو مذاهب لو تعصبيه أما أفكارته زائف قال لو تعصبيه تنوعس أي وحوي لديديا أقواش السلف كا يقول أي دود كديد تشيران وحكم إذا قولك عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله ويقول أدركنا الناس وهم على الجملة يعني لا يتكلمون ولا يخاصمون تدك وحا نقصها على الله تابعين تي صحابتي يعني طبعا سووها اتباع التابعين مركا تابعين تي أنصوها على الله وحيا هايين جودهان قاري هذا قارن كهلين أما أن دودين أما ضد أنجلين بيهاين. الإمام أحمد كتاب كيس أصول الستة أصولها وحورنا أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة وترك الخصومات. ترك الخصومات وعليا أصول السنة سلف كوحا كم إذا خصوماتك إني كتغان هذا وحين يجني نصوص هي أقوال أهل العلم أو بنينيا هي النصوص هي أقوال أهل العلم وديديا قفك الضلال كيسنا وح علامة مسألة إنه جمع ويا طرف إنتو قاطع طرف كي كلا وكتجو لأن طرف كاسون وكوع العليو صواب كنا وحوي مسألة إلا الجمعية ماشي يسوي ما يسوي إلا يسوي كيانه ابن عبد البر وحليه هاي مركي وشيء مناظرة عمر بن عبد العزيز خوارج أولاد ضاضي هذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو ممن جاء عنه التغليظ في النهي عن الجدال وهو القائل من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل فلما اضطر وعرف الفلج في قوله ورجى أن يهدي الله به لزمه البيان وجادل وكان أحد الراسخين في العلم رحمه الله. بل هذا الكاية عمر بن عبد العزيز وحليه هذا الكاية بن عبد البر وتلمامي عمر بن عبد العزيز خوارجته la dooday dood buu galay isagoo hadana hadalka uu ku diiday doodde macruufka ay u jiro hadalkaas oo ah man ja'ala diinahu gharadan lil khusumat qofka diintiisa ka yeela khusumaadka iyo doodaha meel lagu soo gana ka yeela akthar tanaqul wuxuu badiyaa guurguurku badiyaa isagoo sidaa yiri ayuu hadana isagu dooday falamma darbu leey markii hadaba loo dib geliyay oo inuu dooda galo وعرف الفلج في قوله فلاح يجوشنا وقولكيس كدحلي ورجع ورجي أن يهدي الله به إن إلهي كصوها هنونيو لزمه البيان بيان باك لازم كن نقضي وجادل وانا الضوضي وكان أحد الراسخين وحوها كحل يرى علمك إلهي هون حريستين إذا تصوحي تصيصا جدالك يضوضو إن أنا ذاتديدا ممنوع يا ممدوح يا مذموم منا وهينا حالتها قار كودنا إن لا أمانة يو لا ضلبة يو حالتها قار كودنا إلا ديدا يو ابن حزم رحمه الله وحليه وقد تحاج المهاجرون والأنصار وسائر الصحابة رضوان الله عليهم وحاج ابن عباس والخوارج بأمر علي رضي الله عنه وما أنكر قط أحد من الصحابة الجدال في طلب الحق وحليه هي ابن حزم مهاجرين تي أنصار تويد دوضانية صحابة كلبة عد صحابة كمدوا إنكرتي إلا الضوضة إيضا طلب حق للرادين marka hadaad xaq raadinayso dood laga ma cararo adigoo dacfi iyo khawar kugu sugan yihiin inaad tiraahdo waxaanan anigu u doodin kayta sawaab ma aha oo aad ka dhigto munaazaradii waxaan suuragal ahayn inaad ka dhigto hadii adigu aadan xaq doonayn walawn aakhar oo leedahay anaan xaq doonaynin walawn aakhar
marka nusuustaasi waxa lagu jamcinayaa soo hormartay iyo aqwaasha salafka in waxa weeyaan dooda marna la banaynayo marna aan la banaynaynin marka qowl aad ahlul cilmiga ka soo goosatay oo aadan mas'alada ta'siilin ama adigaba aan ku ta'siilsanayn ama way ku ta'siilsan tahay aadan tullaabta doonayn aad u ta'siiliso inaad qowl kaliya soo gurgoysato waxay daliil u tahay inaadan xaq doonaynin waxay kaloo daliil u tahay istikhfaaf al-uqul uquushi baad istikhfaafaysaa qofkuna hadduu maleeyo inaan cidi kaba daba qaadan karin oo cidi weydiin karin oo lima oran karin hadayaan buu ku hadlaa ama waqtiyada qaarkood hadayaan iyo junuun ayuu ku hadlaa idan marka masaladu sawaabkeeda iyo anigoo waliba si mukhtasar ah uga hadlay sawaabkeedu waa sida xaaladda la oranayo munaazaradani waa munaazaradii waxa weeyaan madmuumka ahayd iyo waatii mamduuxa ahayd waa mas'alo ijtihaadi oo u baahan cidda dooda galaysa inay qiyaasto oo qadarto laakiin Abdullaahi Barbaraawi iyo ragga la midka ahi bal suurada ay ogol yihiin munaazarada mas'aladan maaha masaa'il iyo cid eriyasho iyo waxyaabaha maaha bal mas'aladan aan anigu ka hadlay hawsha taagan tahay bal suurada iyo xaaladda uu ogol yahay inuu munaazarad diyaar u yahay bal ha sheego xaaladda iyo arinta uu leeyahay inuu marba wax ku xidho oo marba meel ula kaco oo marba meel geliyo ما نقونيسو قضية كياليس قضية صوابة أي واحد نقونيسو أو قضية نين حجوايي انت سينكسو خلاصين والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين